حبايبي الحلوين، هنعمل صينية بشاميل من بتاعت زمان. سمي الله ونصلي على الحبيب. بصلة مفرومة مع قرن فلفل حراق والمكرونة على النار. البصلة هنقلبها في معلقتين زيت، هننزل بالمفروم، وعايزين المكرونة تبقى طرية كده، ما تبقاش ناشفة علشان ما تنشفش البشاميل بتاعتنا. ندي تقليبة مع اللحمة ونحط البهارات بتاعتها بعد ما تغير لونها: فلفل، بصل بودر، توم بودر، 7 بهارات، رشة قرفة خفيفة اللي بتشيل أي زفارة من اللحمة. بعد كده الملح ونسيبها على جنب، واللي عايز يحط معلقة صلصة يحط زي ما هو عاوز. أنا ضربتها مع قرن فلفل حراق أحمر وضربتها مع قرن فلفل رومي عادي. الخلاط بتاعنا هننزل ب3 معالق كبار دقيق، معلقة واحدة نشا هرمية، نحط رشة فلفل، 7 بهارات معانا بيدي ريحة حلوة قوي، وندي كمان ربع معلقة مرقة فورية. هننزل بكوباية من سليق المكرونة على الدقيق مع كوباية لبن، وهنضربهم مع بعض. طبعا نظبط الملح بتاعنا، وكمان نديها بقى ضربة خفيفة في الخلاط. الحلة بتاعت المكرونة هننزل بمكعب زبدة ومعاه معلقة زيت واحدة بس، وننزل بالخليط البشاميل بتاعنا ونقلب التقليبة الحلوة دي لغاية لما يبقى كريمي ويبقى عسل عسل. طبعا هنظبط الملح المظبوط. أول ما يتقل معانا هننزل بالمكرونة كلها في البشاميل ونديها تقليبة، ومعاها اللحمة المتعصجة تعصيك حلوة كده، وهنقوم حاطينها كمان دهنة خفيفة للصينية اللي هنحط فيها البشاميل. هنقلب اللحمة على المكرونة ومع صوص البشاميل مع تجهيز بقى الصينية، وطبعا مولعين الفرن. هننزل بالمكرونة البشاميل بتاعتنا، طريقة جديدة وحبيتها قوي قوي، وحبيت اقول لكم لا جبنة ولا اي حاجة خالص هنحتاجها مع بعض. هنظبط بقى الصوص بتاعها. شايفين الصوص بتاعها لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، والمكرونة اول ما هتدخل الفرن هتتظبط معانا لان المكرونة شبعانة سليق. كمان الصوص بتاعنا قوامه متماسك، ماهوش خفيف قوي ولا تقيل قوي. عايزينها قطع متماسكة هنقطعها لما تبرد خالص خالص. عايزينها جوسي زي ما انا بحبها قطعوها وهي سخنة. حتة زبدة على الوش بقى، عايزين تحطوها فيها جبنة يبقى تمام التمام. شايفين الوش حلو ازاي؟ شكلها مغري جدا. طبعا ما قدرناش، خلاص المغرب أذنت وما قدرتش اقطعها قدام الكاميرا. قوام كان كريمي رهيب، وكمان كل حتة فيها لحمة مفرومة. إن عجبتكم لايك وشير وتعليق ودعوة حلوة من قلبكم.